مساء الأكشن يا أبطال، يلا بينا. بتبدأ القصة النهاردة في طيارة مليانة بالركاب، وكلهم بيستعدوا خلاص علشان يوصلوا للبلد اللي رايحين عليها. وطبعا محدش فيهم بيكون متوقع إن حياتهم كلها هتتغير بالكامل كمان كام دقيقة. ومن بين الركاب دول بنت اسمها ليزا، ودي مسافرة مع حبيبها، وبتتوتر جدا لأن دي أول مرة في حياتها تركب طيارة. ومن كتر ما هي خايفة بتفضل طول الوقت ماسكة في إيده ومش عايزة تسيبه خالص، لدرجة إنها بتنسى تربط حزام الأمان. وفجأة في وسط الطريق الطيارة بتتهز جامد جدا، وبتحصل اضطرابات شديدة جدا في الجو. ودي حاجة بتخلي ليزا تخاف أكتر وتمسك في حبيبها أكتر وأكتر. والوضع بيسوء أكتر لما بتظهر طيارة تانية خاصة وبتخبط في الطيارة بتاعتهم، وبيتكسر جزء كبير من الطيارة، وبيبدأ الهواء يسحب ناس كتيرة جدا لبره، وبيموتوا كلهم بطريقة بشعة جدا. وحتى المضيفات كمان بيموت كتير منهم، والوضع بيخرج عن السيطرة. وطبعا ليزا مش لابسة حزام الأمان وبتتسحب بكل سهولة، وحبيبها بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يفضل ماسك فيها لحد ما في الآخر بينفصلوا عن بعض. وفي اللحظة دي ليزا بتفكر إنها خلاص هتموت موت، وبتقدر تمسك في كرسي قدامها بقوة كبيرة، وبتصمم تحمي حياتها بكل الطرق، وبتتمسك بالحياة لحد آخر لحظة، وبتنفصل عن حبيبها تاني لأن الطيارة بتتقسم لنصين، وكل جنب بيقع في اتجاه غير التاني. وللأسف الجزء اللي خاطبها فيه بينفجر في الجو قدام عينيها، وبتزعل جدا لما بتشوف حبيبها بيموت ومش قادرة تساعده بأي طريقة. وفي نفس الوقت الجزء اللي هي فيه بيبدأ يقع في الأرض بسرعة كبيرة، وبتجري ليزا وبتقعد على الكرسي وبتربط حزام الأمان، وبتحاول تحمي نفسها من الاصطدام اللي هيحصل. وبتتصدم لما بتشوف قدامها غابة مليانة بالأشجار، وبتحس إنها أول ما تقع بالطيارة أكيد هتموت في مكان زي ده. وبتستسلم للأمر الواقع، وبتغمض عينيها علشان ما تشوفش إيه اللي هيحصل بعد كده. وأول ما الطيارة بتقع في الغابة بيموت ناس كتير جدا، والوضع بيكون بشع خالص. وبعدها بشوية ليزا بتبدأ تفوق، ومن حظها الحلو إنها بتفضل عايشة بعد كل ده، وحزام الأمان بيحميها شوية فعلا، والجزء اللي هي فيه بيفضل سليم بأعجوبة. وطبعا بتتألم جدا بسبب الكسور اللي مالية جسمها، وما بتكونش عارفة تتحرك من مكانها. وبعدها بشوية بتتصدم إن في حديدة كبيرة داخلة في رجليها، وبتحاول تخرجها بكل الطرق، وبتتألم جدا من اللي بيحصل. وللأسف الوضع بيسوء أكتر وأكتر، وبتنزف دم كتير جدا. وفي المقابل كان لازم تشيل الحديد علشان تعرف تقوم وتتحرك من المكان ده، وبتفضل تصرخ من كتر الألم وهي بتحاول تشيله، وصوتها بيعمل صدى عالي جدا في كل مكان في الغابة. وبعد مجهود كبير بتقدر تسحبه في الآخر وتخرجه بره رجليها. وبعد ما بتقرف على رجليها بصعوبة بتاخد بالها من راجل قاعد في الكرسي اللي قدامها، فبتجري بسرعة تطمن عليه وبتحاول تساعده. وبتتصدم لما بتشوف حالته وشكله المرعب، لدرجة إنها ما بتقدرش تتحمل وبيغمى عليها في الآخر. وبعدها بشوية بنشوف فريق كامل من الجيش طالع بطيارة حربية، وبيبدأوا يدوروا على أي ناجين بعد ما عرفوا الحادثة اللي حصلت. وفي الوقت ده ليزا بتسمع صوت الطيارة، فبتقوم بسرعة وبتجيب شال، وبتحاول تلفت نظر الطيارة لمكانها بأي طريقة. وبتفضل تصرخ وتنادي بصوت عالي جدا، وبتطلب المساعدة وبتقول لهم إنها بتموت ومش هتقدر تتحمل أكتر من كده. ومن حظها الحلو إن في واحد منهم بيشوفها، وبيبلغ القائد بتاعها بسرعة علشان يروحوا ينقذوها. والغريب إن الضابط القائد ما بيصدقش إن في حد عايش أصلاً، لأن الطيارة وقعت من مكان عالي، ومستحيل حد يفضل عايش بعد وقعة زي دي. وبيكون متأكد إن الست اللي بتشاور دي واحدة من أهل البلد، وبتشاور للطيارة كده وخلاص. وطبعا الضابط الصغير ما بيقدرش يفرض رأيه، وبيضطر يسكت في الآخر. وبيمشوا بيسيبوا ليزا لوحدها في قلب الغابة، وكل مجهودها للأسف بيروح على الفاضي. وبتضغط على نفسها، وبالرغم من الإصابة اللي في رجليها بتفضل تمشي لفترة طويلة. وفي نفس الوقت فريق الإنقاذ بيكون في الغابة، وبيلاقوا جثث كتيرة جدا في طريقهم. وبيفضل الضابط اللي شاف ليزا يفكر فيها طول الوقت، وبيكون متأكد إنها محتاجة المساعدة فعلا، ومش قادر يسيبها في موقف زي ده. وبيتحايل على القائد بتاعه يلفوا مرة كمان ويتأكدوا الأول قبل ما يمشوا. وفي الوقت ده باقي فريق الإنقاذ بيفضل في الغابة فترة طويلة، وبيحطوا خطة مع بعض علشان يفتشوا المنطقة كلها ويتأكدوا إن مفيش أي ناجين. في الوقت ده بتظهر واحدة اسمها رايل، وبنفهم مع بعض إنها مامة ليزا. وأول ما عرفت بالحادثة بتروح بسرعة تتكلم مع الشرطة والضابط المسؤول، وبتتحايل عليهم يدوروا على بنتها.
والغريب إن الضابط اللي قدامها بيخبي إن في حادثة أصلاً، وباين إنهم مش حابين الناس يعرفوا بحاجة زي دي. وفي الوقت ده ليزا بتفضل ماشية لوحدها في قلب الغابة، وبتحاول تقاوم الألم اللي حاسة بيه، وبتتمنى إن حبيبها يطلع عايش، وبتفضل تدور عليه في كل مكان، لأنها مش عايزة تتقبل فكرة إنه مات بجد وسابها. وفجأة وهي ماشية بتسمع صوت غريب بيقرب عليها، وبتكتشف في الآخر إنه نمر، وطبعا بيلاقي جثث كتيرة جدا حواليه، وبيبدأ ياكل فيهم. وبتحاول ما تعملش أي صوت وتبعد بالراحة، لأنه لو شافها مش هيسيبها إلا لما يخلص عليها. وللأسف بتخبط في غصن شجرة وبتعمل صوت عالي، وبتجذب النمر لمكانها، وفعلا بيسيب اللي في إيده وبيروح في نفس الاتجاه بتاعها. ومن حظها الحلو إن الطيارة بتعدي من فوقهم قبل ما يشوف ليزا، وصوت الطيارة بيشتته شوية وبيهرب بسرعة، وبكده بينقذوا حياة ليزا من غير قصد منهم. وطبعا ليزا ما بتكونش مستوعبة كل اللي بيحصل معاها، وبتقعد في جنب خايفة ومرعوبة شوية، وقلبها بيفضل يدق جامد جدا، وبتقعد في مكان تستريح وتهدى فيه شوية، وبتطلع علبة السجاير بتاعتها يمكن التوتر اللي هي فيه ده يقل شوية. وما بتكونش عارفة هي هتتصرف ازاي بعد كده، وهتخرج من الغابة دي ازاي بعد ما خلاص بقت لوحدها ومفيش أي حد يساعدها، وكمان حالتها بقت وحشة جدا، وبتكون متأكدة إن كل اللي في الطيارة ماتوا، مش باقي غيرها. وبالصدفة وهي قاعدة بتلاقي غصن مكسور، وبتفتكر في اللحظة دي قبل ما الطيارة تقع على طول، وبتفهم إن الطيارة كانت ماشية في اتجاه الغرب، وبالطريقة دي لو قدرت تحدد اتجاه الغرب فين من مكانها هتعرف تكمل في الطريق الصح وتخرج من هنا على خير. ومن حظها الحلو وهي بتدور حواليها بتلاقي دب قديم مرمي وعليه دبوس، وبتقرر تستخدم الدبوس علشان تقدر تحدد الاتجاه، وبتبدأ تطلع منه طاقة بطريقة معينة، وبتحطه بعدها على ورقة شجر وبتسيبه في المية، وبعدها على طول الدبوس بيستقر في الاتجاه اللي هم فيه، وبيقدر يحدد الشرق من الغرب. وفي الآخر بتمشي ليزا في اتجاه الغرب على أمل إنها تلاقي الطريق الرئيسي، وقبل ما تتحرك بتاخد شوية حاجات تقدر تستفيد بيها، وبتلم شوية هدوم من الركاب، وبتمسك عصاية كبيرة علشان تقدر تسند عليها وتقلل الألم اللي في رجليها شوية. وما بتكونش قادرة تتخيل إنها في وضع زي ده، وبتحاول تتأقلم على الوضع بكل الطرق علشان تنقذ حياتها من الموت. وللأسف الغابة كلها بتكون مليانة حيوانات برية، والجو وحش جدا، وصعب أساسا إنها تخرج من هنا عايشة، وما بتكونش عارفة إن الأمن بيدوروا في الغابة كلها، ولو كانت فضلت مكانها سهل جدا يوصلوا لها. وفي الطريق بتلاحظ ليزا إن في أشجار كتيرة جدا مكسورة، وبتحس إن الجزء التاني من الطيارة ممكن يكون وقع هنا، وبتتأكد إنها ماشية في الاتجاه الصح، وبتتصدم بعدها بشوية لأنها بتقع في رمال متحركة، ورجليها بتبدأ تغرق لحد ما بتقع بالكامل جوه الرمل، ومش عارفة تخرج منه بكل الطرق. وفي الآخر بتحاول تهد علشان تفكر كويس، وبتمسك غصن شجرة قريب منها، وبتحاول تسحب نفسها لفوق بكل هدوء، وبتطلع من الورطة دي بصعوبة كبيرة، وبتفقد كل طاقتها في الآخر، لدرجة إنها مش قادرة تتحرك من مكانها. وبعدها بشوية بتقوم وبتكمل في طريقها مرة تانية، والمكان بيكون مليان جبال عالية، والجو وحش جدا، وبتضطر تطلع فوق جبل عالي علشان تكمل في طريقها، وبتبذل المجهود كبير قوي علشان توصل لفوق، وبتعرض حياتها للخطر أكتر وأكتر. وفجأة رجليها بتتكعبل وبتقع من مسافة كبيرة جدا لحد ما بتترمي في الأرض، وللأسف بتتصاب أكتر، وحالتها بتكون وحشة جدا، وبتحس إن جسمها كله متخدر ومش قادرة تتحرك من مكانها خالص. وبتكون عارفة إنها لازم تطلع الجبل تاني بما إن مفيش أي طريق غير قدامها، وبتمسك قطعة خشب أكبر وبتسند عليها علشان تقدر تكمل للآخر، وبتصمم تخرج من هنا وتنقذ حياتها من الموت مهما حصل. والوضع بيكون صعب عليها جدا لحد ما بتقابل مصيبة أكبر، وده لأنها بتشوف نفس النمر قاعد في مكان قريب جدا منها، فبتحاول تبعد بكل هدوء قبل ما يشوفها ويهجم عليها، وبتمشي من جنبه من غير ما تعمل أي صوت خالص. وما بتكونش عارفة إن حاسة السمع عند النمر عالية جدا، وبيقدر يسمع أي حاجة حتى لو كانت بسيطة. وأول ما بتتحرك من مكانها بيسمع صوت خطواتها وبيشوفها في الآخر، وبيبدأ النمر يجري وراها وبيطاردها فترة طويلة جدا. وفي اللحظة اللي هيهجم عليها فيها بتقع فيه حفرة كبيرة جدا، ودي حاجة بتنقذها من النمر بأعجوبة، وبتقدر تستخبى بعيد عنه شوية. ومن كتر التعب بيغمى عليها فترة طويلة، ولما بتفوق بتتصدم لما بتلاقي نفسها جوه حفرة،
وبتفتكر كل اللي حصل معاها، وبتفضل تفكر في النمر، وبتكون خايفة جدا منه. ولما بتفتش فوق بتكتشف إنه لسه موجود وقاعد مستنيها، وبتفهم إنه مش هيسيبها بالسهولة اللي هي فاكراها. وبتفضل واقفة ساكتة مكانها فترة طويلة لحد ما النمر بيفقد الأمل خالص، وبيتأكد إنها مش تحت وبيمشي في الآخر. وبعد كام ساعة إليزا بتطلع للسطح تاني، وبتقرر تكمل في طريقها قبل الليل ما يجي. وبالصدفة بتلاقي ولاعة في الأرض، وبتفرح جدا لأنها أخيرا هتقدر تولع السيجارة بعد كل ده. وبتولع شوية نار علشان تدفى، وبتقعد تستريح، وأخيرا بتحس بشوية راحة بعد كل المجهود اللي عملته ده. ومن حظها الحلو إنها بتلاقي علبة أكل واقعة من الطيارة، فبتاكل كل اللي جواها، وبتسد جوعها، وبترجع لجسمها شوية قوة علشان تقدر تكمل من تاني. وبتكون فاكرة إنها بالطريقة دي هتقدر تخرج بكل سهولة من الغابة. وللأسف لسه هتقابل مخاطر كتيرة جدا وهي مش عارفة. وفي نفس الوقت ده بنشوف فريق الإنقاذ، وبنكتشف إن الجيش عمل مصيبة كبيرة، وإنهم أصلاً السبب في الحادثة اللي حصلت، لأن الطيارة الخاصة اللي ظهرت دي كانت تابعة للطيران الحربي، وهم اللي نسيوا يبلغوا الطيران المدني بالرحلة دي. وهو ده السبب الرئيسي في الحادثة اللي حصلت، وإن الطيارات خبطت في بعض. وبنفهم إن هو ده السبب اللي خلاهم يحبوا الحادثة دي عن الناس. والضابط رفض يقول لمامة ليزا الحقيقة، ولو الحكومة أو الرئيس عرف بحاجة زي دي هتكون مشكلة كبيرة جدا عليهم، وهيحصل عليهم عقوبات كبيرة جدا، وهيخسروا كتير، والشعب كمان مش هيسكت، وهتبقى فضيحة في البلد كلها. ولأنهم مش لاقيين أي حل للكارثة دي بيعملوا كل اللي يقدروا عليه علشان يسيطروا على الوضع ويخبوا اللي حصل عن الناس. وبنرجع تاني لليزا، وبتكمل في طريقها، وبتصمم توصل للآخر وما تستسلمش أبدا حتى وهي في الحالة دي. وبتتصدم بعدها بفترة لما بتشوف الجزء التاني من الطيارة متدمر بالكامل، وبيكون عندها أمل ولو صغير إن حبيبها يكون لسه عايش، وبتصمم تشوفه بعينيها علشان تتأكد الأول. والمشكلة الكبيرة اللي بتواجهها إن الحطام موجود بعد النهر، ولازم تعدي النهر الأول، والوضع بيكون صعب جدا مع رجليها المصابة. ولأنها ما بتفكرش غير في حبيبها وبس، فمش بيكون عندها أي حل تاني غير إنها تعدي دي وخلاص. وبتشوف إنها بالطريقة دي هتقدر تنقذ حبيبها. وأول ما بتدخل النهر طيار المية بيبدأ يسحبها لبعيد، وبتتألم جدا بسبب الجرح اللي في رجليها، ومش بتكون عارفة تتحكم في حركتها خالص، وبتحاول تتمسك بأي حاجة، وما بتكونش عايزة تستسلم بالسهولة دي بعد ما خلاص وصلت لهنا. وبتفضل تقاوم لحد ما بتوصل لحجر كبير، وبتمسك فيه بالعافية. وأخيراً بعد مجهود كبير بتوصل للشط بسلام. وبعد ما بتريح شوية بتوصل للحطام بتاع الطيارة، وبتروح تدور على حبيبها في كل حتة. وبتوصل بالصدفة لغرفة القيادة، وهناك بتلاقي جثث كتيرة جدا ومسدس إشارة وشوية أدوات تنفعها بعد كده. وبتبدأ بسرعة تظبط السلاح علشان تقدر تستخدمه لو شافت أي طيارة. وبتضرب أول رصاصة في الجو، وطبعا محدش بيعبرها خالص، وده لأن مفيش ولا طيارة قريبة منها في الوقت ده. وبترفض إنها تستسلم، وبتقرر تضرب رصاصة كمان لحد ما بتفكر بهدوء، وبتشوف إنها ما ينفعش تهدر الرصاص اللي معاها على الفاضي، ولازم تستخدمه بحذر في الوقت المناسب. وبتشيل السلاح معاها علشان تستخدمه لما تشوف أي طيارة قريبة منها، وبتروح تلم شوية حاجات تقدر تستفيد بيها. وفجأة وهي ماشية بتحس بالبرد، وجسمها بيترعش جامد، وبتحاول تجمع شوية حطب بسرعة علشان تولع نار وتدفى. وللأسف الولاعة بتبوظ منها لأنها مبلولة، وما بتكونش عارفة تتصرف إزاي، لأنها بالطريقة دي هتتجمد من كتر البرد. وبتفضل تفكر في أي طريقة تانية تدفيها، وفي الآخر بتقرر تحط على راسها كيس بلاستيك علشان يساعدها تدفى شوية. وللأسف بعدها بشوية بيغمى عليها من كتر التعب والبرد، وما بتكونش قادرة تتحمل. وبنرجع تاني لفريق الإنقاذ، وبتوصل لرايل مامة ليزا ومعاها جوزها لأنها قلقانة جدا على بنتها وعارفة إنها موجودة في المكان ده. وبتتصدم إن الجيش قفل المنطقة بالكامل ورافض إن أي حد منهم يعدي، وبيتخانقوا مع كل الأهالي اللي موجودين وبيطلبوا منهم يمشوا حالا من هنا. وبتفضل كيلي مامة حبيب ليزا تتحالي على الضابط اللي موجود علشان يسمح لهم يدخلوا، وللأسف بيرفض برضه وبيصمم على موقفه مهما كان الثمن. ولأن جوز أمها عارف ناس مهمين كتير بيقرر يستخدم سلطته، يمكن يقدر يعمل أي حاجة. وبعد تفكير كتير منهم هم الثلاثة بيرفضوا يستنوا، وبيقلقوا جدا على أولادهم، وبيكسروا كل القواعد، وبيركبوا العربية بتاعتهم وبيعدوا من الكمين بالعافية. وطبعا الضباط بيتصدموا من الحركة دي وبيبدأوا يجروا وراهم بالعربية، وبيفضلوا على الوضع ده لحد ما بيوصلوا للمعسكر الرئيسي. وبتتكلم كي مع الضابط المسؤول عن القضية، وبتحصل مشكلة كبيرة جدا، وبيصمموا يقبضوا عليهم هم الثلاثة.
وبالصدفة بيطلع واحد منهم عارف استيار، وبيسمح لهم يمشوا بعد كل اللي حصل، وبياخدهم وبيدخل بيهم للقائد، وبيشرح لهم كل اللي حصل بالتفصيل، وبيحاول يتعامل معاهم بكل هدوء، وبيكون حاسس بيهم جدا لأنهم قلقانين على أولادهم. وطبعا هم التلاتة بيتصدموا لما بيتأكدوا إن الطيارة وقعت فعلا في الغابة، وبيشرح لهم الضابط إنهم بعتوا فريق إنقاذ كامل ومفيش أي ناجين لحد دلوقتي، ومحدش منهم بيكون عايز يصدق إن ابنه مات، وبيرفضوا الفكرة خالص، وبيضغطوا على الضابط يدور تاني، وبيديله كل واحد منهم صورة لابنه، وبيتحايل عليه يدور، وبيقتنع الضابط بكلامهم، وبيتأثر جدا بيهم، وبيوافق إنه يساعدهم. وفي اللحظة دي بيفتكر الضابط اللي حصل معاهم والبنت اللي كانت بتشاور لهم في الغابة قبل كده، وبيشك إنها ممكن تكون واحدة من الناجين. والمرة دي بالذات القائد بيقتنع بكلامه، وبيديلهم أوامر بسرعة علشان يروحوا لهناك تاني بالطيارة، وبيبدأوا يستعدوا كلهم في ثواني للمهمة دي. وبنرجع تاني لليزا، وحالتها بتكون وحشة جدا وضعيفة ومش قادرة تتحمل، وبتتأكد خلاص إن حبيبها مش عايش، وبتنهار لما بتتقبل فكرة زي دي لأنها بتحبه جدا ومتعلقة بيه. وللأسف الجو بيقلب أكتر وبيبدأ يمطر بشكل مرعب، وبالصدفة وهي بتدور حواليها بتلاقي شنطة متعلقة على شجرة، وبتتصدم إنها أصلا شنطة حبيبها، وبتجري بسرعة وبتاخدها، وبتشوف جواها رسومات كتيرة كان راسمها ليها، وبتتأثر جدا وبتفتكر ذكريات كتيرة بينهم، وبتفضل تعيط عليه. ومن كتر ما هي زعلانة بتبدأ تتخيل حاجات مش موجودة، وبتحس إنه ممكن يكون لسه عايش ولازم تدور عليه أكتر يمكن تلاقيه. وبتفضل ماشية لحد ما بتوصل لحفرة كبيرة، وبتكتشف إن حبيبها واقع جواها، وبتصمم تنزل له هناك بأي طريقة حتى وهي بالحالة دي. وأول ما بتقرب منه بتكتشف إنه فعلا لسه عايش، وبتفرح جدا وبتحمد ربنا إنهم يتجمعوا تاني بعد كل ده، وبتحس إنهم يقدروا يتغلبوا على أي حاجة لو فضلوا مع بعض. وبعدها بشوية بيسمعوا صوت طيارة بتقرب عليهم، وللأسف كل ده بيطلع من خال ليزا، لأن حبيبها فعلا موجود في الحفرة ولكن ميت. وبتفضل قاعدة جنبه وبتتكلم معاه ومش قادرة تتقبل الحقيقة خالص. وبعدها بشوية بتتصدم لما بتواجه نفسها بالحقيقة المرة، وبتفضل تعيط لما بتتأكد إنه فعلا مات. ومن حظها الحلو إنها بتفضل عايشة بعد كل اللي مرت بيه في الغابة لوحدها، وإنها الناجية الوحيدة من حادثة الطيارة. وبعد ما بترجع لوعيها تاني وبتفتكر كل ده بتصمم تخرج من هنا، وبتحاول وتطلع من الحفرة بأي طريقة، وبتكون عارفة إن حبيبها لو موجود هيتمنى إنها تخرج من هنا. وبتودعه للمرة الأخيرة وبتسيقه، وبتكمل تاني في طريقها. وفي نفس الوقت الطيارة بتوصل لمكان الحطام، وبينزلوا بالطيارة على طول، وبيلاقوا في الأرض الطلقة اللي ليزا استخدمتها من شوية، ومن ريحتها بيتأكدوا إن في حد لسه مستخدمها. وساعتها بيتأكد الضابط إن لسه في حد عايش. وفي اللحظة اللي هم بيدوروا فيها ليزا بتقدر تخرج من الحفرة، وبتطلع المسدس وبتضرب رصاصة في السماء. وفي الآخر الضابط بيقدر يوصل لمكانها بكل سهولة، وبيلاقيها مرمية في الأرض ومغمى عليها من كتر التعب. وفي اللحظة دي ليزا بتفوق وبتحس بخليط بين الحزن والفرح، وده لأنها قدرت تخرج من هنا عايشة بعد كل اللي مرت بيه ده، وفي نفس الوقت خسرت حب حياتها للأبد. وبنكتشف في الآخر إنها قعدت في الغابة أسبوع كامل لحد ما فريق الإنقاذ قدر يوصل لمكانها، وإن القصة دي أصلاً حقيقية، وإن ليزا بطلة بجد ومرت بكل ده لوحدها في الحقيقة. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتكتبوا كومنت وتقولوا رأيكم في القصة. سلام يا أبطال.